اهلا بيكم في اول حلقات برنامج صباح الصياح، البرنامج اللي احنا عاملينه لكل محبين الصياح. الطبيعي ان احنا هننقي فرقتين كل اسبوع هيكون ادائهم وحش ونتكلم عنهم، ولكن كان نفسنا نجيلكم في ظروف احسن من كده. للاسف منتخبنا خسر قدام السنغال وخرج من نص نهائي افريقيا، فاحنا النهارده جايين انا وتركي عشان نتكلم عن الموضوع ده. ايه الاخبار يا تيكو؟ الحمد لله كله تمام. بتعمل ايه؟ الحمد لله. يعني كان نفسنا نبتدي البرنامج في حدث احسن. زعلان والله. عشمنا جامد. هم عشمونا جامد ماتش كوت ديفوار، طبعا اداء كان فظيع، فعشمونا في ماتش السنغال، بس يعني خير الحمد لله. وبصيت كده للمجمل يعني احنا ما كناش متوقعين احسن من كده بصراحه، فالحمد لله يعني. الحمد لله. طيب يعني خلينا نقول يعني نبتدي نقسم الموضوع شويه كده، اللي هو هل انت شايف ان ده انجاز اللي احنا عملناه البطوله دي؟ والله يعني زي ما قلت لك في المجمل بالسكواد الحالي بحسام حسن باللي احنا كنا متخيلينه، انا ما كنتش اتخيل ان احنا هنوصل سيمي فاينل في البطوله دي، بالذات ان احنا برضو عدينا من كوت ديفوار اللي هو حامل اللقب واحد الفرق المرشحه والكلام ده كله. فيعني طريقك ما كانش اللي هو انت ما رحتش سيمي فاينل من غير ما تعدي على اي حد، انت عديت على فرقه تقيله قوي، ف يعني مش انجاز بس يعني تمام يعني نقول تمام يعني. انا فاهمك. بص انت عارف انا حاسس حاجه اللي هو احنا كنا ماشيين كويس جدا طول ما الناس كانت متشائمه. للاسف ماتش كوت ديفوار ده اول ما الناس تفائلت وان احنا ده احنا بنقرب من البطوله، الدنيا ما اعرفش قلبت بالعكس. يعني مش عارف، تحس النهارده اللعيبه برضو مضغوطه متوتره. يعني انت شفنا الخناقات كتير، مش عارف ايه السبب بالموضوع ده. يعني هاني متوتر، سواء حتى امام عاشور، صلاح، كل مش عارف كانت في حاجه غلط. غير ماتش كوت ديفوار اللي احنا كنا اهدى، نحس ان احنا احنا المنتخب الاندر دوج، فاحنا بنلعب بكل رواقه زي ما بيقولوا. النهارده تحس الموضوع اتعكس. انا حاسس ان الموضوع ده ليه علاقه اكتر بان انت ماتش كوت ديفوار اللعيبه كانت نازله شافت حاجه هي حفظتها كويس قوي، فنزلت لقيتها فنفذتها حلو قوي والثقه كانت موجوده. السنغال طبعا اكيد ذاكرت كويس احنا بنعمل ايه، واحنا برضو اكيد ذاكرنا هم بيعملوا ايه، ولكن هم نجحوا النهارده في ان هم يبانوا اكتر مننا في نص الملعب بنزول ماني في ظهر مروان، ونداي برضو كان بينزل في ظهر حمدي، فده خلى في جاب بين حمدي والراجل الثمانية اللي هو ماسكه، ونفس الكلام بالنسبه لمروان، فده مقلل الثقه عند الاثنين في حته انا امتى هضغط على اللعيب ده. هو احنا كوت ديفوار اكتر حاجه كانت مهمه في ماتش كوت ديفوار ان كل لعيب من عندنا كان لازق في لعيب منهم، لان انت كلاعب عمرك ما حسيت ان انت سايب مساحه فاضيه وراك. انت كل ما تبص حواليك تلاقي اللعيبه ماسكه المنافسين، ماسكه المنافس كويس، فالدنيا تمام. ولكن النهارده كذا لقطه كانت باينه قوي ان مروان يبص وراه، طب ده ماني نزل، طب ارجع لا افضل مع الراجل. كنت هقول لك مروان بالظبط، افضل مع الراجل الثمانيه اللي انا معاه ولا لا. الراجل الثمانيه بيسقط زياده عن اللزوم، بيخلي مروان مش عارف انا هرجع معاه ولا خليني في مكاني عشان ما اسيبش مساحه ولا الكلام ده كله. فده خلق ان السنغال عرفت تمسك نص الملعب قوي، وما بقيناش عارفين نقطع الكره بالطريقه اللي احنا كنا عملناها في كوت ديفوار، التخفيله اللي احنا كنا بنعملها في كوت ديفوار، زي الجون الاول بتاع مرموش ان حمدي ضغط بسرعه على كيسي فقطع الكوره، فلعبنا لامام، فامام لمرموش. ما عرفناش نعمل دي النهارده بسبب ان لعيبتنا ما كانتش عارفه تكون دايما لازقه في لعيبه السنغال. تحركوا اكتر بالظبط. لعيبه السنغال بتسقط قوي لورا، لعيبه نص الملعب، وسقطت ماني ونداي في الحته اللي في ظهر الستات بتوعنا، خلت ان السنغال عندها ادفانتج اكتر في نص الملعب. نفس الكلام بين ماني كان بيسقط في الحته اللي في ظهر مروان وبين هاني وياسر ابراهيم، وجاكسون بيجري بيتحرك في الحته دي برضه بالظبط. ماني لما بيسقط جاكسون بيبتدي ان هو يتحرك في ظهر ياسر. ماني برضو خلق، انا بالنسبه لي ماني النهارده كان مهم قوي في ان السنغال ما يتعملش عليها فرص، لان ماني تحركاته كلها كانت ممتازه في حته ان انا موتر لعيبه المنتخب مين هيمسكه، هاني اللي هيطلع يمسكه ولا هاني اللي هو اصلا مكلف بدور على ضيوف اللي هو الليفت باك بس ماني اجبره ان هو ياخد عينه، ولا ياسر اللي هيطلع مع ماني، ولا مروان اللي حس ان هو سايب ماني في مساحه وراه.
خلقوا لنا حته من الناس كلها انا مش عارف اسيب مكاني مكاني ولا لا، التزم بالراجل اللي انا نازل امسكه. الترحيل اللي كان بيحصل قبل كده في الماتشات اللي فاتت احنا مش عارفين ننفذه بطريقه صح. بالظبط كده، بسبب ان السنغال لعبت بطريقه مختلفه. فانا شايف ان السنغال تعبونا في حته ان احنا نقطع الكوره حتى، واحنا برضو لما كنا بنقطع الكوره ما كانش عندنا حلول بصراحه. خلي بالك برضو هقول لك حاجه، هو كواليتي لعبه السنغال اعلى من كوت ديفوار، يعني خلينا متفقين على كده بكتير. نص الملعب بالذات، يعني احنا لو قارنت كيسي اللي هو خلاص يعني تقريبا بيخلص بنص ملعب السنغال، لا الموضوع صعب. في فرق شاسع بين لمسه اللعيب الاولى على الكوره بين السنغال وكوت ديفوار. بالظبط. النهارده السنغال كل لعيب بياخد الكوره في رجله بيزقها الزقه الصح اللي تفتح له لعب يخلينا احنا في مرحله دفاع على طول، ما عندكش فرصه انك تضغط عليه. كيسي لما اتقطعت منه الكوره كان برضو استلمها بطريقه مش غلط. أيوة. عنده فرصه ان هو يدي رايت باك بسهوله، بس استلامته الثقيله هافي تاتش فظيعه خلت حمدي عنده فرصه ان هو يضغط عليه. النهارده ده ما كانش موجود بصراحه. السنغال كانوا فايقين، وانا شايف يعني خساره مستحقه ويستحقوا المكسب حتى لو ما عملوش فرص كتير يعني. يستحقوا. يعني انا شايف ان انا معاك كده في الموضوع. يعني انا ممكن يعني مش عارف، انا كنت شايف ان احنا كده كنا متوقعين ان احنا هننزل بنفس الخطه وان السنغال هتبقى مذاكرانا، بس انا يعني ايه يمكن مش عارف حته الصياحه اللي احنا جايين نصيحها بقى. المفروض ان انت تبقى محضر ان الفرقه اللي قصادك هتبقى ارياك. انا للاسف اكتشفت النهارده ان المنتخب نازل بنفس الخطه من غير اي تغييرات، من غير اي مفاجآت. يعني اول تغيير حقيقي، لان كان في تغييرات في اول الشوط، تريزيجيه بدل فتوح ما عملش اي فرق تقريبا. انما انت بديت تنزل زيزو وتنزل مصطفى محمد، خلاص انت خدت الجون وكان باين خلاص احنا راجعين لورا بدنيا، ابتدينا نقع. احنا كنا مستنيين الجون ان خلاص ان السنغال ما بقتش بقى انت مش عارف بقى تضغط شويه قدام، لا انت خلاص تقريبا محشور في نص ملعبك او في منطقه جزائك بدون اي متنفس ان انت تلعب كره قدام، تلعب كره طويله، حتى مفيش. صح. حتى الكره الطويله تحس ان مدافعينا مش متجهزين ليها. انت مع انك نازل انت عارف ان ده حل من الحلول انت هتعتمد عليه، لان السنغال هتضغط ضغط عكسي لما تخسر الكوره. طبيعي ان انت هتحاول تلعب كوره طويله كتير. للاسف الكوره الطويله بتلعب لمرموش لامام من غير اي استفاده منها. يمكن دي الحاجه اللي الوم عليها النهارده المنتخب او حسام حسن، لانه بعد ماتش كوت ديفوار انا قلت لا الراجل ده عنده افكار، بس هي طلعت فكره واحده. يعني هي فكره واحده واتقفل عليها النهارده، فاصبح ان انت ما عندكش حل غير ان انت بتلعب الكره طويله لصلاح. معظم الوقت التارجت بتاعك ان انا هلعب كره طويله لصلاح، وصلاح النهارده ما كانش قادر ان هو يتغلب على ضيوف في الفيزيكال زي ما كان عامل في ماتش كوت ديفوار. حاول ان هو يتغلب في كذا كوره، بس ما قدرش احمل صلاح ان هو مش عارف يكسب فيزيكال ضد واحد لسه عنده 20 سنه ولا 21 سنه. بالظبط. بلس صلاح في كل مره كان بيستلم، غير ان ضيوف في ظهره، هو كده في واحد اجريسيف عليه جدا في الضغط جاهز. يعني هو قاعد للحته دي علشان لو صلاح استلم احنا هنبقى 2 على صلاح. تعرف اقول لك حاجه؟ احنا برضو حظنا وحش في حاجه، احنا اللعيب الوحيد اللي ممكن يغلط في السنغال اتصاب. يعني اصابه كوليبالي دي انا شايف انها ما كانتش في مصلحتنا خالص، بالذات انه خد انذار بدري. لعيب تقيل بيغلط، كورته مش احسن حاجه، ما بقاش في مستوى خالص من ساعه راح الدوري السعودي، للاسف اتصاب. واحنا بنلعب على دي بالظبط. انت بتلعب على انك تغلط اللي قدامك وتحول سريع وتجيب جون، فصح معاك 100%. طب دلوقتي احنا شفنا تصريحات كابتن حسام اللي لسه شايفينها حالا في فكره ان احنا يعني انا مش عارف الصياح ده بيبقى بالنسبه لي انا ما بحبوش، ان احنا تعبانين وان احنا ضغط الماتشات وان احنا سفر ومفيش وقت كافي، والكاف يعني بيتعب الفرق. انا شايف ان يعني ما فيش مبرر، يعني ما فيش مبرر يخليك يعني انت 90 دقيقه تعبان، ما انت نازل الماتش المفروض كويس. يعني ما شفناش برضو الفكره اللي تخليك، يعني انت ممكن تخسر وتبقى عملت ماتش ووصلت اكسترا تايم وفرهطت وتعبت، صح، فتقول اصل انا كنت مسافر وهم كانوا مريحين. ما خسرناش بدنيا، احنا خسرنا بدنيا يعني شويه في الاخر خالص قبل الجون بصراحه بيجي احنا بقول لك ان وقعنا بدنيا، بس ده مش الاساس. احنا طول الماتش يعني بالظبط ده مش الاساس. مشكلتنا ما كانتش مشكله بدنيه في الاساس، فلا يعني مش مع حته ان احنا طب ما هيعمل ايه في كاس العالم اللي هو هيتلعب اصلا في ده في عز الحر، ده هيلعب ماتش
في سياتل، وبعد كده ماتش فانكوفر، وبعد كده هيرجع تاني سياتل. لا والجو مش كده خالص، الجو انت شفنا في كاس العالم للانديه كان عامل ازاي. الرطوبه عاليه جدا، يعني مش هينفع تبقى يعني حجه البليد يعني. انا فاهمك يعني. طيب يعني بما انك جبت سيره كاس العالم، فاحنا مش هنستبق الاحداث، بس يعني هنفكر في كاس العالم دلوقتي. انا قلقان يعني، انا بتفرج على المنتخب، الناس كلها فرحانه ان احنا وصلنا، بس ده مش منتخب مصر، ده مش المنتخب اللي احنا نبقى رايحين كاس العالم في مجموعه انا شايفها سهله. هي حاجه تقلق، حاجه تقلق طبعا. زي ما قلت، انا قلت لك قبل كده ان انا مشكلتي مع ماتش السنغال ده ان انا خايف ان احنا نوصل لمرحله ان احنا اللي عايزين نتعادل. طول ما احنا متقدمين او متعادلين هنبقى تمام. حته بقى ان انت تبتدي انت اللي عايز تحط افكار خلاص ضد فرقه اساسا اتقل منك في كل حاجه، هتبقى مشكله بقى واحنا ونصيبنا. فالمجموعه سهله ومفروض ان احنا نصعد، بما ان في توالت. المفروض ان انت على الاقل هتكسب نيوزيلندا، تاخد 3 نقط. ماتش نيوزيلندا مضمون. ما بلاش الجو ده المفروض. ولو ان يعني البطوله دي علمتنا ان ماتش بنين كان اصعب من ماتش كوت ديفوار، ما اعرفش ازاي، عشان انت محتاج توري افكارك ومحتاج انت اللي تبادر بالهجوم. بس احنا مع ماتش السنغال برضو بانت الفوارق. يعني احنا كنا بنقول ان احنا ماتش بتعرف تلعب قدام الفرق الكبيره، بس قدام السنغال لا، بانت الفوارق. انت قدام السنغال الشوط الثاني بالذات انت وصل لمرحله اللي هو انا هقفل الخطوط وهقف ورا وهرص هقول يا رب وهقول يا رب. دي مش خطه طبعا، معلش دي مش خطه طبعا دي مش خطه، بس هنشوف. هو يعني هو من ضمن كلامنا ان احنا كنا بنفكر طيب لو حصل حاجه في كاس افريقيا هل احنا مستنيين مدرب جديد؟ بس واضح ان خلاص يعني انا اعتقد طبعا يعني خلاص كابتن حسام حسن كمل معانا، وحسام حسن يعني الحقيقه خلاص هو محدش يقدر يعترض في فكره ان هو يكمل كاس العالم. هتبقى غير مبرره بالمره عشان بس نبقى واضحين. بغض النظر عن النتيجه اللي عملها في كاس الامم وانها مش متوقعه ان احنا نوصل سيمي فاينل، هو كده مكمل لان واضح ان اللعيبه حباه. دي حاجه تانية. ف يعني ما هو المفروض حسام حسن المفروض يعمل ايه لحد كاس العالم؟ يعني انا برضو هل احنا ده وقته ان احنا ندور على لعيبه تانية تدخلها في المنتخب، ولا هل ده وقته ان انت تفكر في افكار تانية؟ يعني مش عيب ان انت تدور تشوف ايه الافكار المتاحه دلوقتي، ايه الترندنج دلوقتي في التدريب في الفتره دي، لان انت كاس العالم لو رحت بنفس الفكره دي الوحيده او بافكار قديمه شويه مش هينفع، خصوصا ان انت رايح تلاعب زي ما احنا قلنا منتخبات هيبقى كل اعتمادها انها منظمه، هي منتخبات ضعيفه سواء ايران او نيوزيلندا، بعيدا عن بلجيكا منتخبات فرديا ضعيفه. فانت هتبقى نازل لمنتخب هو ما عندوش حل غير ان هو يبقى منتخب منظم. صح، هيبقى فيه افكار. انا شايف ان هو محتاج اولا، يعني خلينا برضو نكون منصفين شويه، السكواد بتاع المنتخب دلوقتي تعبان. انا مش شايفه سيء كده على فكره، سيء جدا من وجهه نظري، سيء جدا بالذات في الدفاع. دفاعيا ماشي، بس هجوميا يطلع منه احسن كده بكتير. دفاعيا سيء، هجوميا صلاح قلل، مرموش مركون، زيزو مش هو زيزو. بس مرموش كان كويس في البطوله. الايه؟ مرموش برغم ان هو مركون كان كويس في البطوله عادي. الى حد ما، يعني مرموش كويس في حته معينه وانت بتتحول وعندك مساحه، مرموش كويس، بس غير كده انت مش عارف تطلع منه برضو، وهو ده ستايل لعب مرموش، يعني مش هيطلب منه حاجه هو مش بيعرف يعملها انه يعملها. بس انا مش شايف ان السكواد برضو يساعد. فانا وجهه نظري ان هو محتاج يكتشف 2-3 لعيبه يخشوا معاه من بدري. يعني احنا عندنا لسه فاضل 5 شهور تقريبا على كاس العالم، محتاج انك تكتشف حد يخش معاك. برضو ان شاء الله عبد المنعم هيرجع، دي نقطه مهمه جدا. نتمنى ان هو يرجع كويس، يرجع زي زمان. لو انها يعني مش مضمونه خالص. بس اقول لك حاجه، عبد المنعم بنص رجل احسن من اي حد في الدفاع في المنتخب، بالذات انك عندك متنفس انك هتخرج بكوره بالظبط. ياسر ورامي وبروفايل مختلف، مش هقول ان هو احسن، بس هو بروفايل مختلف خالص. تماما. لا يعني مودرن قوي مش الستايل بتاع منتخب مصر خالص، كواليتي مختلف. ياسر ورامي رجوله وكل حاجه، بس بتزنق، يعني لعيبه بتتزنق بسهوله. فلا عبد المنعم طبعا هيدي ادج حلو، يعني محتاج ان هو يكتشف. بص يعني هو محتاج ان هو يكتشف، بس انا هضيف عليك حاجه. انا عندي مثال بامام عاشور. امام عاشور مثلا في اول بطوله ما كانش احسن حاجه، بس انا شايف ان امام عاشور اتوظف صح
الراجل بان امكانياته او ان هو ممكن يعمل ايه. مشي بقى الكلام ده على لعيبه كتير في المنتخب. يعني انا حاسس ان الافراد كويسه بس محتاجه انها تتوظف صح، خصوصا في النص اللي قدام. انت عندك فرايتي، يعني عندك ايه، عندك ستايلات مختلفه. عندك مصطفى محمد مهاجم هجام ليه ماتشاته، مرموش نفس الكلام مهاجم سريع بيلعب وينج، صلاح الخبره، الوينج الفيزيكال، الوينج يعني نفس الكلام، زيزو الراجل اللي ممكن يمسك الخط ويرفع. انت عندك حلول كتير. امام عاشور نفس الكلام، الراجل بيمسك الكوره بيحرك لاعب بيضغط. انا شايف ان التوليفه دي ممكن يطلع منها حاجه احسن من كده على الاقل في الهجوم. دفاعيا انا مع خلاص يعني خلينا متفقين. احسن من كده طبعا، اكيد المفروض يطلع احسن من كده بالسكواد ده. بس ستيل برضو يعني لما يكون دفاعك مش حلو بالذات مشكله. انا عندي مشكله كبيره قوي ان احنا مش عارفين نخرج من تحت خالص. صح، انا اتفق معاك على فكره. مفيش ولا حارس، يعني ولا حارس ولا بيصد ولا بيلعب. صح يعني ولا بيصد ولا بيعرف يلعب كوره برجله، يعني هو يعني فاحنا حالتنا حاله في الخروج من ورا. يعني مش هتلاقي جون مثلا جبناه ان احنا خدنا الكرة من ورا ولعبناها لده وده لعبها لده ورحنا لده ومش عارف الاجوان كلها يعني. لا انت عارف فكره الدفاع اللي هو انت مش مطمنك، هو انت مجبر على طريقه لعب معينه. بالظبط، ان انت لازم تامن، لان انت لو ابتديت تلعب في لعب هجومي، عشان كده بقول لك اتفق معاك جدا وده اللي انا عايز الحته دي. ده اللي انا عايز اقوله بالظبط. قبل ما نقفل، احنا الحلقه النهارده هتبقى منتخب مصر بس. بعد كده هيبقى في انديه كتير جدا. انا عارف ان في انديه جماهيرها عماله بتصيح بقى لها كتير. ارجوك تركي هيموت ويتكلم عن ليفربول، فانتظروا حلقه ليفربول قريب جدا. وفي ريال مدريد وفي كتير، وتشيلسي ومانشستر. الفرق كلها ميته، الفرق كلها يعني حالتها كرب. فاحنا اخر حاجه نتكلم عليها بس، يعني بما انك بتشجع ليفربول وانا عارف صلاح بالنسبه لك عامل ازاي، فهل صلاح كده افريقيا خلاص ولا عنده امل يعني في البطوله الجايه اللي هتتلعب كمان سنه؟ يعني ده من حسن حظنا وحظه المفروض والله. يعني هو 27 و28 المفروض، يعني ده اللي انا فاهمه 27 و28. ف يعني هو يعني ربنا يسهل. هو منحوس قوي يعني، حظه وحش في حظه وحش. بس برضه يعني هترجع تفكر في مسيرته، كسب كل البطولات الممكنه مع النادي، بس مع المنتخب مفيش خالص. مع المنتخب مفيش، لان الله يكون في عونه يعني. هو يعني جه برضه، يعني هو جه في اخر الجيل الذهبي وبعد كده دخل في فتره انتقاليه عجيبه ما تفهمش يعني، في 5-6 سنين كده بالظبط ضاعوا بلا هدف. فانا من الناس، يعني بص، انا من الناس يعني صلاح بالنسبه لي لعيب طبعا مهم ومنتخب مصر، بس فعلا انا بيصعب عليا في اللقطات دي. يعني هو فعلا عايز يعمل حاجه، يعني خلينا ما ننكرش ان هو فعلا نفسه يعمل حاجه في منتخب مصر، ولكن الراجل كبر. يعني يمكن يديها حته ميسي. ليه لا ميسي قعدوا يسفوا عليه كتير قوي ان هو اتاخر في الكوبا امريكا، في الاخر كوبا امريكا وكاس عالم وكل حاجه. لا واثنين كوبا امريكا، ده لهم بقى مش واخد واحده ده اثنين. فنتمنى ان صلاح يعملها والله يعني. وان شاء الله الكاس العالم يبقى موضوع احسن من كده يعني. نتمنى كده ونجيلكم في ظروف احسن من كده. ماشي حبيبي يا تيكو، ان شاء الله حلقه ليفربول قريب ان شاء الله نبتدي بيها كده ان شاء الله باذن الله. ويعني البرنامج دي كانت حلقه استثنائيه. بعد كده البرنامج هيبقى كل اسبوع زي ما اتكلمنا، والمفروض هيبقى فيه على الاقل فرقتين ان ما كانش اكتر، لو على حسب التساهيل وعلى حسب اداء الفرق عامل ازاي. ونشوفكم في الحلقه الجايه.